السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثاني من ورشة المجانية الكيك ديزاين. راح نديروا وصفة من كلاسيكيات الحشوات في الكيك ديزاين، وهي كريمة الزبدة السويسرية. ولا كي اول مرة تشوفي الفيديو ديالي ما تنسيش فضلا وليس امرا الاشتراك والضغط على التنبيهات. نبداو ببعض الشروط لازم توفر باش تحصلوا على كريمه زبده ناجحه. البيض لازم يكون بحراره الغرفه، بياض البيض لازم يكون بحراره الغرفه، والزبده تكون بحراره الغرفه. حاجه الاولى عندنا زوج بياض بيض، نخلطوهم مع 100 غرام تاع السكر، نفويتوهم بلا ما نطلعوهم من غينك، نحطوهم فوق بان ماغي، نقعدوا نخلطوا حتى تلحق درجه الحراره ل 55. وهذه هي لاستيوس، لازم يكون فيل ما يتقطعش. نحطوا لو بول في البيتران ونقعدوا نضربوا فيتاس ماكسيمال حتى تحصلوا على مورينك والمنقار، والمورينك تبرد تماما، تمسوا لو بول تسيبوه بارد. نروحوا للزبده نقطعوها بتيدي ونبداو نفرغوا على لا مورينك. قلت لكم لا مورينك لازم تكون بارده تماما باش نبداو نضيفوا الزبده. ملاحظه كي نبداو نضيفوا الزبده نقصوا لا فيتاس حتى نكملوا الكميه تاع الزبده باش نعاودوا نطلعوا الفيتاس ماكسيمال ونقعدوا نضربوا فيها 10 دقائق. هنا نتحصلوا على زبده، كريمه الزبده السويسريه. نزيدوا ملعقه كبيره تاع الفانيليا للنكهه اكيد، وهنا تولي صالحه للاستعمال. تقدروا تخدموا بها ديريكتومون ولا تخبوها بورت مونجي يكون نقي وناشف. راح نخلي لكم المقادير وكاع التفاصيل في صندوق الوصف. ما تنساوش جيم وكومنتير باش تطلع لا فيديو. سلام.